السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار صالحي. مجلس محافظة كركوك لم يشكل الإدارة المحلية فيها هذه الأزمة التي أصبحت أزمة معقدة ومتشابكة الأبعاد. لغاية الآن لا يوجد مجلس محافظة أو لا توجد إدارة محلية في محافظة كركوك، وحتى لا توجد حلول في الأفق القريب. الأسباب وأيضا ما ستؤول إليه الأمور، كل هذه الطروحات سوف أناقشها مع ضيفي السيدة بروين فاتح عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وأيضا رئيسة السن. حياك الله وأهلا وسهلا بك. وأيضا السيد رعد الصالح عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية. حياك الله سيد رعد وأهلا وسهلا بك ضيفي عزيزين علينا في قناة كركوك الفضائية. خليني أبدي وياك سيد رعد. اتهامات إلى الكتلة العربية من الشارع الكركوكي بأنه أنتم اللي عرقلتوا تشكيل الإدارة المحلية في محافظة كركوك، كون أنه الجلسة الأولى حضر بها الكرد والمسيح، لكن كعرب أو كتركمان لم تحضروا هذه الجلسة منذ البداية، وكأنما أنتم لا تريدون أو ليس لديكم الرغبة في تشكيل إدارة محلية جديدة في محافظة كركوك. أهلا وسهلا، حياك الله، وأشكر قناتكم الموقرة على متابعة الأخبار دائما وخاصة في محافظة كركوك. بصراحة هذا الاتهام أنا أعتبره باطل. نعم. المكون العربي حريص دائما على إشراك كل المكونات في محافظة كركوك في تشكيل الحكومة المحلية القادمة. لذلك لم نحضر جلسة أو نعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك دون اتفاق مسبق. فالجلسة بدون اتفاق حالها حال عدم حضور الجلسة واحد، بالعكس راح تدخلنا بأزمة أخرى، وهذا المثال حاضر في محافظة ديالى اللي عقدت جلسة وكانت الجلسة بدون اتفاق، وإلى اليوم هم حالهم من حالنا. احنا حريصين على أن تكون المحلية القادمة حاضر فيها الكل للحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي في كركوك ورفع الحرج عن جميع المكونات والأحزاب ووعودهم اللي قدموها في الحملة الانتخابية لهم للخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف. نعم. سيدة بروين، مجلس محافظة كركوك تأخر لحد الآن، ماكو تشكيل، ضغط من الشارع بدأ يصير عنده إحباط. احنا ليش رحنا وانتخبنا حتى ما نشوف إدارة جديدة في محافظة كركوك؟ اليوم اكو مهام ملقاة على عاتقكم حتى في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، كونها الكتلة اللي جابت أعلى الأصوات. أيضا جنابك رئيسة السن في مجلس محافظة كركوك، شنو ممكن اللي تقدموه على أقل تقدير في الأفق القريب لمجلس محافظة كركوك أو لتشكيل الإدارة المحلية؟ مقدما شكرا لكم، وقدم أجمل ترحيب لضيفنا الكريم أستاذ رعد. حقيقة ساحة كركوك مو ساحة سهلة. نعم. يعني أنا أختصر أقول الكتلة العربية ما اجوا الكتلة التركمانية والمعقدة الجلسة. ساحة كركوك ساحة صعبة، ليس هناك سبب واحد لعدم تشكيل حكومة، هناك عدة أسباب. نعم. منها أبرز الأسباب التي عرقل عملية التشكيل الحكومة المحلية في كركوك عدم التوافق الكتل السياسية. يعني أساس الموضوع نعم. يدور حول الكتل السياسية الفائزة في كركوك. دا أشوف يعني هناك حوارات باردة، مو حوارات ساخنة،
حتى واحد يقول هاي حوار، هاي مبادرة جميلة دا يخدم الكركوك، دا يخدم جميع مكونات الكركوك، جميعها مبادرات شخصية لمصلحة يعني فردية. يعني أنا دا أشوف يعني الدول الإقليمية لهم دور أكثر من عندنا، مهتمين أكثر بالموضوع، أكثر بالموضوع. يعني كركوك مثل ما قلت يعني ساحتها ساحة واسعة والكل يلعب بهاي الساحة، من هو من تركيا ومن إيران ومن أمريكا ومناطق أخرى هم لديهم دور بارز في عرقلة وزعزعة موضوع الكركوك. موضوع ثاني بالنسبة للعقد الجلسة، نعم نحن يعني أنا في بداية تفائلت يوم اللي حددنا جميعا نحضر أمام محكمة كركوك. إحنا حددنا اليوم وجميعا 15 نعم عضو مجلس جميعا حضرنا أمام مبنى محكمة كركوك لحلف اليمين. تصورت في نفس الأسبوع راح ينعقد الجلسة حتى نستطيع بأقصر وقت ممكن نخدم الكركوك إدارة واحدة من جميع المكونات ونحافظ على السلم الاجتماعي في كركوك. أنا شعار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التعايش السلمي وتقبل جميع المكونات ونعيش تحت سقف واحد كي نخدم العملية السياسية في كركوك بجميع مكوناتها. نعم. خليني أنتقل لسيد أريد نعم. أعلق على موضوع عدم العقد الجلسة. نعم. نحن في 5/2 جانا كتاب رسمي من سيد المحافظ لعقد الجلسة. نحن كمسؤولية أولا أمام رب العالمين، ثانيا أمام المواطنين الكركوك التي انتخبونا وانطونا صوتهم أصواتهم، نحن حضرنا لعقد الجلسة الأولى في مبنى محافظة كركوك، لكن مع الأسف الكتلة العربية والتركمانية لم يحضروا، ونحن قلنا لهم وانطيناهم رسالة بأننا نجتمع ونعقد الجلسة من أجل إعطاء شرعية للمجلس المحافظة كي نستطيع نباشر ونستطيع يوميا مئات مشاكل نعم. موجودة في كركوك كي نستطيع أن نتدخل في حل المشاكل، لكن مع الأسف هم لم يحضروا في الاجتماع. وبدت من ذاك اليوم التدخلات خارجية وداخلية، تدخل داخل تدخل، يعني جزئي وجزئيات نعم. وجزئيات أخرى. نعم. إذن سيد رعد، عدم حضوركم للجلسة هو اللي أعطى انطباع بأنه عدم رغبتكم في إدارة محلية جديدة في خدمة المواطنين كما ذكرت السيدة بروين كان سبب في هذه الأزمة. لا بالعكس، هو التغيير هو حالة صحية أساساً تدفع بدماء جديدة لخدمة كركوك وأبنائها. لكن أنا أخالف الأخت بروين بهذا الرأي، أنه عقد الجلسة لا يعني أنك تزاول العمل. عضو مجلس المحافظة بمجرد أنه ردد القسم فهو يتمتع بكل حقوق عضوية مجلس المحافظة عدا الالتزام المالي فقط. بس فسحنا المجال للأيادي الخارجية. احنا ما كنا نتأمل تأخير. على العموم سارت الأمور على هذا النهج ومشت. احنا دخل الكتل السياسية ورمت طاولة الاتفاق بيد دولة رئيس الوزراء. بصراحة أنا من الأول يوم أول جلسة هو دولة رئيس الوزراء طلب المقاعد اللي حصل عليها كل حزب أو كل مكون حتى ينظر بالساحة. أنا برأيي الشخصي كنت أتأمل أنه دولة رئيس الوزراء ما يرمي الزار بملعبنا مرة ثانية ويخلينا احنا نتفق فيما بيننا. كنت أنا أتوقع أنه هو راح يشوف الساحة الانتخابية ويشوف عدد المقاعد
ويقرر على حسب استحقاق كل حزب أو مكون، على كل حسب الاستحقاق الانتخابي، ويفرض فرض حتى يبعد الحرج. اليوم احنا مع تشكيل الحكومة. طيب سيد حتى المكون الكردي الحكومة الاتحادية ما يعتبر تدخل، ما يثير حفيظة الكتل خاصة؟ لا، بما أنه كل الكتل الفائزة رضت بتدخل دولة رئيس الوزراء وأن يكون هو الحكم فيما بينهم، كان المفروض هو هذا الحكم يحكم هذا الحل المطروح. صح ولا لا؟ اليوم صار عندنا ورقتين. لا تنسى أنت أكو مشكلة ثانية كبيرة في كركوك، صراحة أحكي لك يا هاني، يعني هي يجوز على العلن ما تنحكي أو قدام الناس ما يحجونها، هو الاختلاف الكردي. اليكتي والبارتي مختلفين، كل واحد مقدم ورقة مختلفة. يعني اليوم احنا كمكون عربي دائما مطروحين كمكون عربي، رغم ان احنا ثلاث كتل فائزة، 3 كتل حزبية، لكن في القرار واحد. اليوم مطروحة ورقتين، ورقة بصالح اليكتي وتقصي البارتي والتركمان، والورقة الثانية بصالح البارتي والتركمان وتقصي اليكتي. طيب احنا مع من نروح؟ يعني اريد واحد يرفع الحرج عنا، مثلا اني اذهب مع اليكتي واقصي التركمان مثلا، او اذهب مع التركمان واقصي اليكتي، ايضا ما اقبل بهذا الاتفاق. احنا كنا نتامل انه الورقه الكرديه تكون واحده. نعم، خليني هذا الشيء اطرحه على ست بروين. ما كرديا البيت الكردي مختلف، وهناك توجهات مختلفه ما بين اليكتي والبارتي، بالتالي ده ينعكس على الاتفاق مع بقية الكتل كما ذكر السيد رعد. أنا مع السيد رعد بموضوع اتحاد والديمقراطي. نعم. لكن المشروع اللي أنا دا أشوفه بالاتحاد الوطني الكردستاني أصلا ما يحرم الشعب التركماني من حقوقه. نعم. يعطي الشعب التركماني حسب حجمه، والبارتي هم حسب حجمه. استاذ دا يعرف هم اخواننا التركمان جايبين كرسيين، واتحاد الديمقراطي مقعدين. يعني مشكلتنا استاذ مو بس بيت الكردي وبيت التركماني او العربي، احنا اصلا القانون اللي تم تعديله خطأ. يعني ليش احنا بس نلزم بالجزئيات بالاصلي؟ يعني القانون خطأ. يعني شنو اني دا اجري انتخابات وعندي 5 كراسي وتقول لي بالاخير يابا والله انت فايز 1000 مبروك، بس ما لما تعقد الجلسه ولتوزيع تقاسم السلطه يكون تقاسم بالعدل بدون نظر إلى نتيجة الانتخابات. ليش سويت أنا انتخابات؟ هذا الحال حتى بمجلس النواب طبعا مجلس النواب هو الاعتماد على التوافق. إيه لا، هذا مو توافق. أنا دا أسميها بالنسبة رئيس الجمهورية ثابت للاتحاد الوطني، والبرلمان رئيسه للسني، والرئيس الدولة للشيعي. هاي ما أنا دا أشوفها صار عرف سياسي. نعم. مو حتى فوق القانون. اي فوق القانون، ما يسوي تدوير. عرف سياسي. أنا دا أجي ماكو تدوير هنا بالضبط. يعني عرف سياسي، أجيب هذا العرف السياسي، يابا هاي رئيس الجمهورية للكتلة الاتحاد الوطني، وهاي رئيس البرلمان للسني، وذاك مجلس الوزراء للشيعي، وعندهم 2 3 هاي مستشار، نص للتركمان ونص لفلان. يعني حكومة يعني صاير مثل فشي سياسي، عرف. هاي كل الانتخابات يجي ويريدون بكركوك هم نفس الشيء، يقول بدون نظر إلى نتيجة الانتخابات. إذا أستاذ راعد مكون عربي جايب 10 كراسي يتعاملوا وياه مثل المكون التركماني أبو 2 وأبو 1. ما هذا بيها قانون. بعدين إحنا مسوين انتخابات، يعني مو شيء. إذا هيك أنا أقول يعني أقترح، إذا هيك ليش يجرون الانتخابات؟ تعالوا عينوا رئيس المجلس ومحافظ وجيبوا من خارج. هسه والله ما يصير من
أعضاء المجلس يصير محافظ، أجيبه من خارج. يعني مع ذلك إحنا ما عندنا شيء نقول، نحترم الشراكة الاجتماعية في محافظتنا. نعم. ونعتز بأن مدينتنا مدينة متعدد القوميات. نعم. ونحترم آراء الجميع. بس لا أني أجي جايب 5 كراسي يتعامل ويايا يقول 6 أشهر أخذ. يا بس 6 أشهر تطبيق معلم يتخرج بعد 4 سنوات، ما يقولون 6 أشهر، يقول سنة تطبيق، يلا بعدين تثبت في الوظيفة. يجيب واحد أنطيها منصب محافظ. شو أول شيء المحافظ يكون رئيس لجنة الأمن والسلام، اللجنة الأمنية في كركوك. كيف تعطى لمدة 6 شهور ويستطيع المحافظ الجديد يرتب أموره حتى يضع الخطط الأمنية للمحافظة. وفي مسائل العقود والمشاريع. هاي أنا يعني أهم شيء يمي الأمني، لأن حياة المواطنين شلون أقدر أحافظ على حياة المواطنين واني 6 أشهر. يلا 6 أشهر، بعد 6 أشهر يجي أبو التركماني، بعد 6 أشهر يجي أبو الفلاني. هاي شلون؟ هاي حكومة؟ نعم. خليني أروح للسيد رعد، خاصة في المسألة اللي ثارتها ست بروين، هي مسألة الجانب الأمني، وأيضا ما حدث في محافظة كركوك حول يعني الحادثة اللي أدت إلى وفاة الشرطة في محافظة كركوك، وأيضا الاتهامات اللي شفناها من قبل السيد أرشد الصالحي. عقب لي على هاي النقطة الأمنية، خاصة حق الرد مكفول يعني لكافة الجوانب، وكون احنا نحاول ندير الموضوع حتى حفاظا على المكونات اللي غير متوفرة حاليا بالبرنامج، لكن أكيد لها حق التمثيل، ونتمنى أن يتواجدون ويانا في الحلقات القادمة سواء من المكون المسيحي أو المكون التركماني. يعني أولا الحادث كان جريمة عرضية. نعم. مو هجوم مسلح. أنت شفت نتائج، يمكن ما اطلعت على نتائج التحقيق. نعم. أو غيرها. يعني هي كان هناك مجموعة من 4 أشخاص، مجموعة نزلوا بسيارة ومجموعة كانوا ينتظرون بماطور، لربما كانوا تجار مخدرات أو شيء. ساعة 6:30 المنتسب شرطة النجدة هو اللي ذهب لهم، طلب من الأحد هويات، وأنا أقول لك له هذاك مطلع هويته لأن شرطة النجدة ما عنده أصلا حاسبة، بس هو قد يكون تصور أنه كمين أو فد شيء. طلب منه الهوية، هذا من قال له إيه دقيقة، سحب مسدس وضرب الأخ الله يرحمه الشرطي، والثاني حاول يتدخل وتصوب. بعد ساعة شافوا ماطور راكبين ب2، هم راحوا ماطورين، واحد ب3 وواحد ب2. بعدين بعد ساعة لقوا شافوا موتور من أمام مستشفى الجمهوري. أنا أستبعد كل البعد أني هذول اللي انضربوا هم منفذين الجريمة، لأن ما معقولة يعني أنا انضربت بسوق هرج بعد ساعة كاملة والشارع فارغ، يلا أوصل باب مستشفى الجمهوري. ثانيا يعني أحب أقول ترى المنتزب اللي انقتل هو عربي مو تركماني، هو جبوري من عندي وأنا جبوري، يعني ربعك. نعم يتحدث اللغة التركمانية، احنا كل هالكركوك نتحدث اللغة التركمانية والعربية والكردية. نعم. لكن هو ترى جبوري مو تركماني، يعني احنا من نحكي ما ندافع عن أحد. يعني أنا مشكور حكى أرشد صالحي، لكن أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان. يعني هل أني أقبل من رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه أني أتلفظ بعبارات مسيئة لأهل العراق وأبناء العراق أيا كانوا من أينما كانوا؟ كركوك ليش بيها يعني من خارج كركوك بس عرب؟ بيها تركمان وكراد، بيها تركمان من تل عفر، بيها تركمان من الدوز، بيها كراد من أربيل، بيها كراد من السليمانية. هو جاب كل اللي من خارج اللي نفوسه كركوك، سمى نفايات وغرباء. اكو بالدستور مادة 44 تكفل حق العيش والسكن والتجارة في أي محافظة من محافظات العراق. في يعني هو راعى الدستور. هل الذين يأتون من خارج محافظة كركوك لهم سلطة في محافظة كركوك على حساب أبناء المحافظة؟ أخي ما لهم سلطة أصلا. أسألك سؤال، اليوم أنا في وضع أمني متشدد في أي محافظة كانت، تروح أنت تروح للمحافظة؟ أنا أروح للمحافظة اللي أشوف بها استقرار أمني.
اليوم كركوك تستقبل الكثير من أهالي المحافظات من العراق لأن بها استقرار أمني، استقرار تجاري مستقر، قربها الإقليم كردستان، يعني تكون مرحلة تنقل بين هذه وهذه، صح لو لا؟ يعني أي محافظة تكون بيئة جاذبة للأشخاص من المحافظات الباقية معناها المحافظة تزدهر عمراني وأمني، مو معناها المحافظة بها خلل. ثانيا أنه إرهابي أو كذا أو كذا، هذا شغل القيادات الأمنية، الأمنية هي تعرفك إرهابي. اليوم إحنا ما عندنا أي خرق أمني في كركوك، عدا هذه جرائم موجودة يوميا جاي نشوفها ببغداد. أكيد هناك رسالة من أرشد الصالحي أو مسج يريد يوصله. لا يعني أرشد الصالح في أكثر من مناسبة يسمي اللي الموجودين في كركوك من خارج أهل المحافظة غرباء. اليوم زاد الطين بلة وسماهم بالنفايات. يعني أنت تقول على أبناء العراق نفايات؟ إذا أنت رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية اللي يفترض بك أنت الوحيد اللي ما تتلفظ بهذه وتعامل كل المواطنين العراقيين من كل المحافظات، لأن أنت رئيس لجنة نيابية مو مجلس محافظة أنت. نعم. نيابية يعني أنت رئيس حقوق الإنسان في كل العراق. أنت المفروض الوحيدة اللي تهتم بكل العراقيين بكل أطيافهم وكل مكوناتهم. صحيح. ما يصير تفرق بين أحد. لدي كومنت على هذا الموضوع السيد أرشد. حقيقة الخطاب القومي الشوفيني، الخطاب الناري ما يخدم الكركوك أبدا أبدا، ما يخدم الكركوك. أنا خاصة يعني في هذه المرحلة في الحساسة. هذه المرحلة إحنا نريد نتفاهم، نتفاوض، نتفق. يعني جاي أجيب خطابات نارية لمكون محدود، عرب كان، تركمان كان، كراد كانوا، هذا ما يخدم السلم الاجتماعية. إحنا مصيرنا العيش سوا في كركوك معا، ما دام لازم نحترم آراء الآخرين. وبعدين موضوع الكركوك صارت يعني في أزمة هسه حاليا يعيشوا في الأزمة، وخصوصا أزمة الثقة. نعم. ما بقت ثقة بين حتى الكتل السياسية، ما بقت ثقة بيناتهم. الكل دا يفكر بالإدارة، يقول أنا إدارة سابقة هيك كان، إدارة هسه حاليا بمجموعة من المميزات اللي يخاف منها مثلا كرد. في الإدارة السابقة هم مميزات يمكن يخاف منها قومية أو مكون عرب. أزمة ثقة، أزمة ثقة موجودة. نعم. في حاليا في ساحة وهي هاي اللي تدور ما بين الكتل السياسية. خليني أحكي ست بروين على مسألة تدوير المناصب. وين المشكلة إذا احنا اليوم نقعد حسب الاستحقاق الانتخابي اللي ذكرتيه جنابك وأيضا السيد رعد، باعتبار الكرد وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا الكتلة العربية جايبين أعلى المقاعد، يتناوب ما بينهم منصب المحافظ سنتين بسنتين، أيضا الأخوة اللي هم التركمان وأيضا المسيح اللي هم أيضا من ضمن شدة الورد كما يسميها فقيد الأمة الرئيس مام جلال، يتناوبون على منصب رئيس المجلس وتنحل الأزمة. الأزمة احنا حكينا على موضوع عدم وجود، يعني غياب عنصر الثقة والتفاهم بين الكتل السياسية. نعم. ومن ضمنها كيفية التوزيع على المناصب الرئيسية. ومشكلة الكركوك حاليا في منصبين. نعم. لا أكثر ولا أقل. محافظ ورئيس منصب المحافظ ومنصب رئيس المجلس محافظة، وبعدين هاي الجزئيات الأخرى النائب للتركماني ونائب للمكون الثاني، هذا ينحل. يعني ما عنده مشكلة. كاتحاد وطني كردستاني يرضى بمنصب رئيس مجلس محافظة؟ لا، أنا أقول لك أبد ما يرضى. وهذا الخلاف إذا ينحل هاي المجلس ما يرضى. نعم. أستاذ، أنا في بداية كلامي أنا قلت الخطأ في القانون الانتخابات هو اللي وصلنا إلى هاي النتائج. وصلنا له، ومع ذلك خطأ في عدد المقاعد. نعم. ليش يعني 16؟ راح يصير تعداد سكاني وتنحل. ليش 16؟ ليش يجوز نصير 20؟ يعني ليش فعلا الرقم زوجي؟ ليش مو رقم فردي؟ حتى يعني هيك نبقى حتى تنحسم نصف زائد واحد. أي 8 ب8 وحاصل. ما أنت ست بروين هو بكل الأحوال يعني هو لازم نصف زائد واحد، سواء كنا 10 أو 20 أو 5 لازم نصف زائد واحد. خليني في هذه الحيثية أبقى ست بروين مع السيد رعد.
اكو مشكله عند العرب اذا اخذوا منصب رئيس مجلس محافظه؟ والله احنا لو بيدنا المحافظه 4 سنين اصلا ما ننطيها بالتدوير. طيب يا 7 سنوات يمكم يا عيني 7 سنوات 7 سنوات نعطيها للمسيح خطيه ما ماخذين انتم هم اخذتوا ما ادري كم سنه 6 سنوات لدى العرب. خلي يفسح المجال. الجماعه اخذوها 14 سنه يا استاذ. احنا حل المجلس في وقته 2019 حلت المجلس. نعم اي 2000 لا 18 يمكن 18 بين 18 و 19 كان حلت المجلس. هم كانت اكو انسداد سياسي ومنو فاز به؟ انتم اخذتوا المنصب. احنا ما اخذنا المنصب. اي اخذتوا. لا اي كان وكيل. اي قانون صار اصيل. لا ما هو لحد الان مكتوب جوا وكالة. اي وكاله كان نائب يعني الوضع قانوني. نائب اليوم هذه قناه موجود نائب موجود مدير. اذا غاب المدير النائب يحل محل. استاذ العزيز بيا قانون 7 سنوات اكو وكاله. اي اكو وكيل. 7 سنوات ماكو انتخابات. ما زين هسه انتخابات وما يعوف الكرسي. هو ما له دخل الرجل. احنا مشكله. هو الرئيس كتله شلون ما عنده مو دخل؟ هو مو عنده 3 كراسي. كل واحد عنده طموح. هذا الطموح حاليا هاي الايام. بس ترى المحافظ كركوك ما اخفق يعني بس 7 سنوات. هاي النقطه. حول كركوك تحويله كبيره يعني. اذا حسب وجهه نظركم انتقاله في اما هو شخص صافي. يعني تريد تقول لي اذا لزموها الاكراد او العرب او التركمان او حتى المسيح اللي احنا ما نشكك في ثقتنا بهم وبتعاملهم. اليوم هذه غراءات وهذه محافظه. الاشياء الثانويه يعني ما باوع عليها. لأن ماكو واحد يريد يجي يصير نبي علي بمحافظ. ماكو صراحة أنا أقول لك. لكن قل لي التغير اللي صار بالمحافظة ماكو تغيير؟ نعم. إذن ست بروين أكو هناك أمني ما صار تغيير أمني ما صار تغيير عمراني. يا عيني خو إحنا ما جبنا الداعش حتى تقول تغيير الأمني مو أنت يعني قصدي يا بس ازدهار عمراني. موضوع هو محافظ بس شغله استثمار. لا يا عيني الشغله بس موضوع اللي يجي يخلي الأعمدة والإنارة استثمار والأمن. هو المحافظ خدمات وأمن. لا أستاذ الأمن يا أمن. الحمد لله ماكو أي شرط. البارحة كتلوا هذول اثنين ذاك اليوم حرقوا المحافظة. لا في أربيل وفي السليمانية حوادث متفرقة من الجرائم. انتوا هذه جريمة مو إرهاب. لازم تتذكرون احنا من 2014 هجوم داعش على كركوك ودور الكرد وبالاخص الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المحافظه. لا انا هذه ضدها مال 14 وداعش. يعني شلون ضد؟ المحافظ السابق نجم الدين اخذ اكثر من محمد تميم وراكان في انتخاباته اللي قبلها بالحويجه. صح لو لا؟ اي مو كان جاز اهل الحويجه بال14 بمخيمات. لا احنا خلينا نحكي عدل. هذا ابن كركوك. هذا مو نازح من غير محافظه. هذا يحمل جنسية المهم كردي. لا عربي. ابن كركوك من نزح من ضيم داعش جازاه بالمخيمات. ذبهم بالمخيمات بتشون. ما قال له انت ابن كركوك تعال روح اجر اسكن عيش في كركوك. مو 1 2 يا استاذ. 10 20 هسه هم نفسهم باقين. مو نفسهم بقوا سكنوا ومو صار عندنا اكثر من عددهم في كركوك. هذا ابن كركوك له حق العيش. اني هم بزمن الصدام اني ما لقيت مخيم من بزمن الصدام. رمونا الشمر من السيطره قالوا يلا روحوا الله وياكم. اذا احنا جاي نخلق سلسله عداوات. انه بوقت صدام اني اجرمك على صدام قعدني مخيم تعال انت قول وراح اني من اجي اقعدك انت بغير مكان ادخل بزاويه ضيقه. احنا اذا ما نصل الحلقه ننسى الماضي. ما لي علاقه. انا ما راضي بصدام. ليش انا راضي بصدام؟ احنا الجبور قبلكم 1000 محاوله اغتيال سوينا وعدم كل ربعنا واحنا نمنا بس سجون مو انتم. استاذ العزيز احنا اني وانت وغيره هاي موضوع ما يفيدنا بشيء استاذ. نعم. اني قصدي صار لكم 7 سنوات يمكم المحافظ وما خدمتوا غير ربعكم. قصدي مو الربع. والله الحصار وشوان ما وصلها تبليط الا جركها. نجم الدين ما بلط لهم. روح افتر القرى. مو فتنوا بهيك. روح افتر كل هاي امشي وياك على كل القرى العربيه الكرديه التركمانيه. كيلومتر اذا يسويها كلش اعتيادي يسويها. ليش ما سواها قبل؟ مو هو يسويها من ابو الاستثمار اللي ياخذ 30% كل مشروع. ال 14 سنه اللي قبلنا شنو اللي قدموه؟
ما قدموا. استاذ هذول الانجاز الموجود هسه كمل في زمن راكان سعيد، كله في زمن دكتور نجم الدين. منو اخذ الجوازات والمحافظه يعني اساسيات مالتها منو اخذها هنا؟ هذه بنايه مسؤوليه نجم الدين. هي نجم الدين. هذول النفق والجسور اللي صارت على طريق بغداد و90 وما فرق بين ال90 وطريق بغداد وغيره وغيره، منو سوى؟ كله تخطيط عمراني، البنيه التحتيه اللي الله يرحمه دكتور نجم الدين كمل. اني كنت في لجنه استلام المدارس في تربيه كركوك، اسال استاذ راكان، اخذت 9 مدارس كانت في حي المناطق الكرديه، ترميمه وبنايه مالتها خلصت كملت ايام اللي صارت ب 16 اكتوبر الهوسه. يعني احد يقدر يعترض اليوم يقول انجازات الجسور والانفاق وبنايه المحافظه، يقول منهم احد يقول لهم صحيح. سيد رعد، على المحافظه اللي بعده يكمل. هناك تحفظ واضح فيما يخص المناطق الكردية وكثير من المناطق في إيصال موضوع الخدمات والاستثمار، بالتالي 7 سنوات لم تخدموا تلك المناطق وأعطوا فرصة للغير أن يخدموها. على فرع عربي ما مخدوم. أخذك منطقة فنجعلي نصها تجاوز. شو تجاوز؟ أنا هم اخذك على الصياده اليمن. استاذ هسه نحكي انا اخذك على منطقه التجاوز. هسه كنا نحكي على الغرباء، تقول على أهل كركوك في زمن صدام مترحل رايح للسليمانية للأربيل راجع 2003 تقول تجاوز. يعني تعترف فيهم مو بالتصميم العمراني، أنت وديني على بنجي علي وأنا أوديك على الصيادة، هم عربية ليش ما خدموها؟ أوديك على كوباني، أوديك على أي منطقة متطرفة مو داخل التصميم العمراني. أنا وياك صحيح، يعني إدارة صحيح ما خدم هذول وترك يعني إدارة كركوك ليس إدارة عادلة في توفير خدمات للاهالي كركوك في جميع المناطق كركوك. وهذه هي النقطة التي اصلا احنا نريد نبدل راكان لان مو عادل ويانا، جاي ينطي للقوميات الاخرى اكثر من عندنا. انت جيت على ديني، احنا مغدورين. صحيح كلامك، جيت على ديني صحيح. اذا هناك اتفاق في تغيير الإدارة المحلية وجرت الانتخابات وظهرت النتائج، هناك إحباط من الشارع في محافظة كركوك. لا ماكو اتفاق، احنا المكون العربي مصرين المحافظة عربية عربية بس يعني وايضا هسه قلت انتم مرات نفكر هو غادرنا ويخدمكم واحنا عايفنا على جهه، يعني ليش يخدمكم اكثر؟ يخدمنا؟ اي جاي يخدم التركمان والاكراد اكثر. والله اني ما شايك جاي يداهنكم ويراعيكم اكثر من عندنا. اذا اني فد يوم صدفه هالايام كنا بمكان عندنا افتتاحيه وسيد المحافظ هم كان موجود، قلت استاذ راكان انت ما ضجت من محافظ كافي عوف الكرسي، قال والله ضايج دون تتفقوا حتى اني ما اروح. هو هم يريد يروح، هاي كلام يريد يروح، هو الرجل يعني اذا سيد رعد، خلينا احنا نفكر بالسيناريوهات المستقبليه. عدم الاتفاق يلوح بالافق. خليني ادخل وياك في نقطه مهمه اللي هو الضغط الاقليمي. هل يوجد ضغط اقليمي، تدخل اقليمي؟ هل كل ما تتقرب الكتل من الاتفاق هناك ضغط اقليمي؟ تاثير هذا الدور الاقليمي بصراحه تقرب بين الكتل ما موجود ابدا، على مثل ما ذكرت اخت فروين قبل شويه، على مستوى فردي. يعني كتله مثلا عربيه كامله او كتله تركمانيه هذه المفاوضات التي نسمع بها احنا نتامل مثل ما قالت، يعني شلون الرئاسات الثلاثه في بغداد، رئيس الجمهوريه ورئيس المجلس. احنا مثلا عندنا رئيس المحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ الاول، على اعتبار شلون راكان رجع استلم هو المحافظ. هذا المفروض مثلا دولة رئيس الوزراء يقول يابا المحافظ للمكون العربي أو الكردي، رئاسة المجلس 4 سنوات يثبت معادلة العرف السياسي، رئاسة المجلس للكرد أو للعرب صحيح، النائب المحافظ الأول للمكون التركماني. ومن سيضع في عرف سياسي في محافظة كركوك؟ المحافظ عربي يبقى مثلا أو كردي يبقى. أستاذ العزيز بعد 4 سنوات يقول لك اقلب المعادلة. بعد 4 سنوات خل أحكي لك حكي، ترى تدوير احنا نقول تدوير المنصب. أنا من نحكي بتدوير المنصب يعني رغبة منا حتى كل المكونات تشارك بالحكومة، وإلا هي ترى صعبة التطبيق. يعني أنا أقول لك إذا أردنا نسوي تدوير ثلاثي، يعني أنا كل سنة أنتخب محافظ
ونواب محافظه 2 إيه ورئيس صحيح. مجلس ونائب رئيس مجلس مقرر. وخمس معاونين صحيح. وخمس معاونين سبع وسبع مستشارين. لا مستشارين. اذا تدوير المناصب لا، ما نسوي كلها. انتخابات، لا نسوي انتخابات إيه. احسن، لا نسوي تعيين، انتخابات سووا تعيين. وخلص. يا اما اقول يابا القانون في كركوك المحافظه يقسم الى 3 مكونات كل 4 سنين، وانتم روحوا سووا انتخابات مجلس محافظه بس للمجلس. أي. انتخبوا واختاروا رئيس مجلس وديروا المجلس بيناتكم. لماذا نادت الكتل بأن كركوك محرومة من الانتخابات منذ 2005؟ إذا كل الانتخابات تصير عندنا هاي المشكلة، خلي ماكو انتخابات في محافظة صحيح. كركوك. فعلا صحيح. انا مع هذا الاتفاق. إذا من كانت كركوك أنه أنا محرومة أقسم- من الاستحقاق الانتخابي، سببها زين اللي هسه احنا وصلنا له. احنا بالتدوير خلينا نحكي بصراحه، احنا قاعدين برنامجكم مو بصراحه اسمه؟ نعم. بصراحه احنا نحكي. صراحة. لا تنسى انه انا اليوم احكي بتدوير المنصب، حكيت غير. تدوير المنصب هو لا قانوني ولا دستوري. نعم. انا ما عندي ثقه أبد. بالمكون الكردي اذا ياخذ اول دوره ينطيني اياها، والمكون الكردي ما عنده ثقه بي كعربي اذا اخذها انطيها له، وما ولا عندك عندي باب ثقه بالتركمان قانوني تتفاهم وياها. ما عندي باب قانوني انه أي. باكر اني استلمت. صحيح. شنو باب باكر قالوا يابا اول سنتين خلي ياخذونها العرب. شنو الباب القانوني اللي يضمن للمكون الكردي انه انا راح اسلمها؟ انا ما اسلمها. شنو الباب اللي يضمن؟ واذا انطيتها للكرد اول سنتين، شنو الباب القانوني اللي يضمني انه راح يسلمني؟ ترى هذا عامل مهم، عامل الثقه، لان احنا جاي نحكي في موضوع لا قانوني ولا دستوري. أنا ماكو برأيي- قانون يحكمني بهذا. السيناريو الأقرب ست بروين. أنا برأيي لأن وصلت إحنا 6 أشهر في صراع نفس لا بالمربع نفس الاول. يعني ندور ورا الهاية توصل هنا هم تدور دورة نفس الشيء ثانية. نرجع نفس المكان. نفس الشيء. يعني أنا برأيي ما دام أكو توافق، أكو عرف سياسي على مستوى العراق، نعم. ليش تقسيم المناصب على المكونات، بالضبط تقسيم المناصب عن مكون، ما مو دام تدوير هم- المنصب، بدون تدوير منصب. بدون تدوير. إيه. ما دام هم كل في القانون مثبتين يقول دون النظر في نتائج الانتخابات، تعال سويها لا ترى هم غلطوا. هو هذه احنا جايبينها علينا، يعني اللي ما جايبين مقاعد، ما اريد اسميه لان انا هم ما اريد ادخل هو دون النظر. هو يقول لك سوي توازن داخل الدوائر، مو على مستوى المحافظ ورئيس المجلس. مو قال روح داور المنصب بين 3، قال عندك ثلاث مديريات، انطي وحده عربي كردي تركماني، عندك 300 قسم بكل الدوائر، انطي 100 للعرب 100 للاكراد 100 للتركمان. رغم ان هذا هو صراحه لا اني ولا الكردي راضي به، لان هذا مو استحقاقنا انه احنا، لكن احنا راضين ارضاء للمكونات الاخرى حتى نبقى متعايشين بسلم وسلام امان. لكن منصب المحافظ ورئيس المجلس مو قانوني انه يتداور. اذا احنا 6 اشهر ما اتفقنا، باكر هم قبل ب6 اشهر لازم نبطل نلتهي 6 اشهر حتى نختار. ست بروين ترضون براكان ان يبقى محافظ؟ لا. اني مو اني نعم. اني ما عندي شيء ويا حجي راكان. اني المواطنين اللي صوتوا هم يريدون تغيير إدارة كركوك في محافظة كركوك. مو راكان، يعني عدائهم مو مع راكان. نعم. يقول لك كان طموح جمهوري انه ولا كمحافظ عربي. ما لا هم إرادة المواطنين مو إرادتي هاي. نعم. إرادة المواطنين منو جايب أكثر الكراسي وأكثر المقاعد ينطوها. بعدين أستاذ هسه خوش توزيع قال إحنا ليش على مستوى عراقي يسوون توافقات وأعراف نعم. سياسية، خلي يسووها بكركوك. هيك تنا حقيقة أكو حقيقة، ولو هاي كلام يمكن بعدين يقولون ليش قلتي هيك. لا قولي صراحة. إذا كركوك تبقى هيك هاي 6 شهور نعم المجلس ما تشكل، يعني إذا ما يتدخل الشخص الثالث، قصد الثالث منه نعم. ما دام السيد السوداني هو قام بتقديم مبادرة اجتماعات الثلاثة إدارة الائتلاف. شنو دور الإدارة الائتلاف؟ لعد ليش شكلوا إدارة الائتلاف؟ لازم ينطي قرار. بعدين القرار مهما كان القرار، حتى لو كان شخص محافظ من غير محافظة كركوك. لا ليش اقبل من غير محافظه لا. كركوك؟ ابو الرمادي اني عليه من عنده هو يجي يريد يعني راح تصير مشكله حتى لو شخص من محافظه كركوك، لكن من اي قوميه؟ هو يعرف قدامه خريطه كركوك. الاتحاد الوطني عنده 5 مقاعد، الاكراد قصدي 7. الاتحاد الوطني ويا نعم. القوميه الكرديه الديمقراطي 7، والمكون العربي 6.
حسب القوميات. نعم. 6 والمكون المسيحي والمكون التركماني. نعم. مقعدين، أيهما أكبر؟ واضح الفكرة ما سيد بروين. أكبر عدد مقاعد ياخذ منصب المحافظ. النائب تقدر بالمقابل النائب محسوم، احنا نحكي بس النائب الاول. رئيس المجلس. سيد رعد، تقبلون بهذه المعادله باعتبار الكرد القوميه الاكبر واستحقاقهم المحافظ؟ احنا نرضى اذا كان هذا قرار رئيس ائتلاف اداره محافظه كركوك من رئيس الوزراء بالضبط. اما احنا ما نرضى. وحل بسيط والله العظيم، حل بسيط، بس يعني ما يريدون اهل كركوك. لكن رئيس الوزراء ترى ما جاي يحسبها 7 ب6، جاي يحسبها 5 ب2 ب6 ب1. لا هو انت هم مقدمين ورقه واحده. نعم. البارتي مقدم ورقه واحده. غير شيء استاذ. نعم. هاي غير شيء. ككرد انا دا احكي ككرد. نعم. ككرد 7 عرب 6 تركمان 2 والمكون المسيحي 1 محسومه. نعم. هاي محسومه. ايهما اكبر؟ اذا اجيب الطالب اول ابتدائي هاي العدد ايهما اكبر؟ نعم. ال7 الكرد هم كرد. بارتي كان يكيتي كان هو كرد. نعم. اذا بارتي يقول اني مو كردي هاي ست بروين بصراحه قبل لا اختم بصراحه راح يشكل مجلس محافظه لو راح يلغي؟ لا لغو مال الالغاء ماكو قانون. لا ماكو قانون يلغي اراده السيناريو الاقرب أنا دا أشوفه إذا هم الكتل السياسية مرة ثانية يراجعون أنفسهم، يتفقون. إذا ما اتفقوا يبقى الطوبة يم السيد السوداني. هو لازم ما دام شكل ما أدري ليش شكله. نعم. ما دام هو تدخل بالموضوع إذا لازم يقرر. نعم. وما يعني أو يعطي توصيات. سيد رعد، اعطيني السيناريو المستقبلي الأقرب. تدوير منصب محافظة. أنا بعد تصديق نتائج الانتخابات ثاني نعم. يوم على أحد القنوات التلفزيونية ذكرت أنه هذه النتيجة الصعبة وعدم الحصول على الأغلبية تدوير المنصب ما يرضون بالقومية الكردية. الحل الوحيد ممكن بغض النظر، أنا بغض النظر عن من يكون أول وثاني. نعم. قد يكون الكرد أول والعرب ثاني. ما عندنا مشكلة. ما قصدي تدوير المنصب هو الحل، لكن نعم. على أي ورقة راح يمشون. نعم. هذا نتأمل من دولة رئيس الوزراء. ما أحكي لك أنا على الحل، حسب وجهة نظرك شنو الأقرب؟ وجهة نظر الأقرب ماكو حل. إذن أشكرك جزيل الشكر السيدة بروين فاتح، عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا رئيسة سن. تشرفت بحضرتك وشكرا على كل الطروحات اللي أديتي بها. السيد رعد الصالح، عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية في محافظة كركوك. أشكرك جزيل الشكر ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. أيضا مشاهدينا الكرام، وفي المحصلة الختامية لبرنامج بصراحة فيما يخص الإدارة في محافظة كركوك، وصلنا على أنه الحل لا يوجد حل. تحياتي وتحيات فريق العمل، نلتقيكم بالحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.